نادي من بره ازرق ومن جوه اصفر، مش سالك مش سالك. ايه يا ابو الطموح، انت خايف ولا ايه يا اسطى؟ اجمد كده اجمد كده يا حبيبي، انت هتروح مني فين؟ انت خايف مني؟ انت خايف مني؟ يعني انا نفسي افهم سؤال، نفسي افهم سؤال. ما هو طالما كل واحد بيحط التذاكر بقى بايه بتاعت الماتشات، سعر التذاكر بتاعت الماتشات بتاعته، تمام؟ ما هو كده يا جدعان، اي نادي هيلعب قصاد الاهلي او الزمالك هيغلي سعر التذاكر. يا جماعه الكوره دي للجمهور، للناس البسطاء اللي هو يعني الناس العاديه، اللي الناس اللي هو بيروح يتفرج على ماتش الاهلي او الزمالك هو ايه يعني، بص بيتبسط ينبسط. هتغليها عليه؟ هتكرهها فيه؟ يا جدعان يعني الكوره دي للجمهور، اما الكوره لمين؟ خلاص نلغي بقى الدوري ده، ما نلغي الكوره المصريه اللي تعبتنا يا جماعه. دي حته بس، حته ايه؟ انا تعبت من الكره المصريه، وربنا تعبت من الكره المصريه بقراراتها الغريبه دي. يعني ايه نادي يغلي سعر التذكره التالتة شمال ب 200 جنيه؟ التالتة شمال دي اللي هي بتاع اللي زيه وزيك كده، اللي هو عادي، ب 200 جنيه يا مفتري، ب 200 جنيه. لو كمان الدرجه الاولى ب 2000 جنيه، الدرجة المقصورة ب5. ليه يا عم ليه؟ ما في يا جدعان، ما تفوقوا معانا بقى، ما تكرهوا. انا كرهتها، كرهت الكرة المصرية دي بقراراتها. ما نفوق شوية. دي حاجة غريبة، حاجة قسما بالله تنرفزك. يعني ايه نادي يغلي لي سعر التذاكر؟ يعني ايه ده؟ انا مزاجي بقى احط رجل على رجل كده، التذاكر بتاعت النهارده ب 10000 جنيه، اللي عاجبه يحضر ولا ما يحضر. ما هو اي نادي هيلعب قصاد دول هيعمل نفس الحركه، ما هو بدأها، ما هو بتاع الطموح بدأها. اي نادي هيبدأ يقول لك يا باشا طالما اريح دماغي، ما هم خايفين. سؤال بس نفسي افهمه، يعني دي لعيبه بتاخد ملايين الملايين ولاعيبه دوليه والكلام ده، خايفين من الجمهور الاهلي؟ جمهور الاهلي كده بعبع، جمهور الاهلي مرعب للدرجه دي؟ ما تجمد كده، ما تجمد. مش جبت لي كام واحد شجع خد سندوتشين وعلبه عصير؟ ما تجيبهم ولا ايه؟ ما كانش شغالين ولا ايه يا صاحبي؟ ما انا مش فاهمها، ما انا دي مش فاهمها. فهمني نقطه انك تغلي سعر التذاكر، فهمها لي النقطه انك تغلي سعر التذاكر. ما هي الحاجه الوحيده اللي ما فيش غيرها انك خايف. يعني انت جايب لعيبه بملايين الملايين، ما انت عاوز منافسه ازاي اما انت مرعوب يا عيني من الجمهور الاهلي؟ يا توتو مالك يا ابو الطموح؟ حرفيا حاجه تنرفز، حاجه قسما بالله تنرفز. يعني انا نسيت الصفقه، يعني انا كنت هتكلم على صفقه يوسف ايمن اللاعب اللي جبناه يا برنس، بس انا الاول موضوع التذاكر ده نرفزني يا جدع، ده ينرفز ويخنق. جبنا يا عم الحاج يوسف، اهلا يا جو، جبنا يوسف يا برنس، مدافع، هو مصري قطري فاهم انت، بيلعب لمنتخب قطر، مدافع كويس جدا. جبناه على سبيل الاعاره، وعاوز اقول لك ان محمود متولي اتصاب. انا يعني ربنا يشفيه، يعني ربنا يشفي محمود متولي، بس يا جماعه مش كده، مش للدرجه دي. هو لعب محمود متولي يا جماعه لعيب جامد جدا، لعيب جامد جدا، بس حرفيا انا مش فاهم بقى قصه اصاباته. يعني انا مش فاهم قصه اصابات محمود متولي. جبنا يوسف، ما هو يا جماعه لازم نظبط موضوع خط الدفاع، لازم نظبط موضوع خط الدفاع ده. خط الدفاع حرفيا اصاباته كتير حرفيا. انت بتتكلم في اصابات دي احنا ما بنلحقش، واخطاء غريبه، واللعيبه بتبقى سرحانه، كل مره نلبس جون كده من خط الدفاع سرحان. يوسف ايمن اول صفقات النادي الاهلي، وايه البرومو ده؟ ايه يا جدع ده؟ ايه الحلاوه ديت؟ حاجه عظمه، ما بيقدمش غير العظمه، ما بيقدمش غير العظمه لله طبعا. بس ده الاهلي يا جماعه، ده الاهلي يا بيه، تمام؟ بس القصه يعني والله انا كنت نفسي اتكلم عليه اكتر من كده، بس انا اتقفلت. يعني انا قصه سعر التذاكر ضايقني، يعني سعر التذاكر نرفزني يا جماعه، حرفيا كرهتني في الكوره، بقتش عارف اجمع، ما بقتش عارف اتكلم في حاجه. حرفيا الكره المصريه بقراراتها غريبه، واللي بيبقى مسؤول عن القرارات اغرب، ويكرهوك في الكوره. منفوق بقى، ما الكوره دي معموله لايه؟ مش للجمهور،
مش لك ولا معموله للعيبه؟ ما انا مش فاهمها. الكوره معموله في العالم كله، في الكوره الارضيه دي كلها للجمهور. اما انت تغلي سعر التذاكر عليا انا اعمل ايه؟ انا هحضر الماتش ازاي؟ وعاوزين المدرجات تتملي. ما القرارات دي اللي هتودي الناس في داهيه. نفوق بقى، نفوق بقى يا جدعان بقى.